السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة تالتة ثانوي في كل أنحاء الجمهورية. النهاردة بإذن المولى هنتكلم مع بعض عن الدرس الثاني في الوحدة الأولى، هو درس المقومات الطبيعية للدولة. عايز أقول لك إن الدرس ده من أطول دروس المنهج. الدرس ده عليه حوالي 10 أسئلة، 10 درجات في الامتحان إن شاء الله آخر السنة. فكل اللي انا طالبه منك ان الدرس ده طويل، فعايزك تاخده على مراحل معايا، وكل مرحلة تفهمها كويس جدا جدا جدا، لان احنا النهاردة بداية شغلنا في الخرائط بشكل عملي. النهاردة لازم تعرف انهي الدول البحرية، انهي الدول الحبيسة، شكل الدول عامل ازاي، مساحتها عاملة ازاي. فاحنا هنطبق الكلام ده كله ان شاء الله بإذن الله النهاردة على الخرائط. فعايزك تسمي الله وتصلي على سيدنا محمد ويلا بينا. احنا اتكلمنا عشان نتكلم على الدرس النهارده، اتكلمنا في الاول خالص عن مفهوم علم الجغرافيا. ولما اجي اسالك هو يعني ايه جغرافيا سياسيه، فالطبيعي ان انا محفظك التعريف ده ولازم تكون فاهمه كويس. قلنا هي فرع من فروع الجغرافيا البشريه اللي بتهتم بدراسه حاجتين. تعال اقولهم لي بقى. لما يجي يسالني عن مفهوم علم الجغرافيا السياسيه، قال لي يا مستر هو فرع من فروع الجغرافيا البشرية الذي يهتم بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة. طبعا بقى التعريف وتنظيمها الداخلي وعلاقتها الخارجية، بس أنا عايز أقف لحد هنا. هو فرع من فروع الجغرافيا البشرية ودي ما عندناش مشكلة فيها. ماله بقى؟ قال لي بيهتم بدراسة المقومات الطبيعية للدولة، اللي هو بداية درسنا النهاردة. يعني ايه مقومات طبيعية؟ اتفقت معاك في أول حصة إن كلمة مقومات طبيعية معناها الحاجات اللي الإنسان ما تدخلش في نشأتها. زي ايه؟ قال لي الحاجات اللي احنا اتولدنا لقيناها عندنا في الدولة، زي الجبال، زي الهضاب، زي موقع مصر، زي مناخ مصر، زي التضاريس اللي عندنا في مصر، زي مساحة مصر، زي النباتات الطبيعية، زي الغابات، الحشائش، الحاجات اللي موجودة عندنا دي الإنسان ما تدخلش في نشأتها، ودي بتدي يا قوة للدولة يا إما عدم وجودها بيدي ضعف للدولة. عشان كده قال لي المقومات الطبيعية للدولة هي أي حاجة الإنسان ما تدخلش في نشأتها. والمقومات البشرية زي حرفة الزراعة، الصناعة، التجارة. هو مين اللي بيزرع؟ الإنسان. يبقى الإنسان هو من ضمن المقومات البشرية. أي حاجة بتخص البني آدمين فبقول عليها مقومات بشرية. يبقى أنا بدرس المقومات الطبيعية للدولة وبدرس المقومات البشرية للدولة، وبشوف ده في تأثير قوتها. أنا بشوف الدولة اللي عندها جبال، عندها سهول، عندها أنهار، عندها بحار، عندها موقع متميز، عندها موقعها في نص العالم، موقع مركزي، ما عندهاش مثلا جبال، عندها سهول. الحاجات دي كلها بتأثر في قوة الدولة، فبحدد من خلالها يا إما الدولة قوية يا إما الدولة ضعيفة. فالنهاردة بقى احنا هندرس المقومات الطبيعية للدولة. عشان كده قال لي كلمة المقومات الطبيعية للدولة معناها 6 حاجات. أول حاجة قال لي الموقع، أنا بدرس الموقع في الدولة. تاني حاجة قال لي بدرس المساحة. تالت حاجة قال لي بدرس الشكل، شكل الدولة ده عامل ازاي على الخريطة. رقم 4 قال لي بدرس التضاريس، هل الدولة دي عندها جبال ولا عندها هضاب ولا عندها أنهار. كمان بدرس حاجة اسمها المناخ، بشوف مناخ الدولة ده حار أو بارد. وكمان آخر حاجة بدرس حاجة اسمها النبات الطبيعي. يبقى كلمة مقومات طبيعية معناها موقع، مساحة، شكل، تضاريس، مناخ، نبات طبيعي. موقع، مساحة، شكل، تضاريس، مناخ، نبات طبيعي. احنا النهاردة في المحاضرة بتاعتنا هناخد أول 2، هندرس حاجة اسمها الموقع وهندرس حاجة اسمها المساحة. يعني ايه موقع؟ احنا الموقع ده احنا خدناه بقالنا سنين طويلة جدا، من سنة 4 ابتدائي واحنا بناخد يعني ايه موقع.
وقلنا قبل كده ان في نوعين من الموقع في المحاضرة التأسيسية لو تفتكر. في عندي نوعين من الموقع، عندي حاجة اسمها موقع فلكي وحاجة اسمها موقع جغرافي. وقلنا الموقع ده لو انا بوصفه على الخريطة يبقى موقع فلكي، لو انا بوصفه على ارض الواقع الطبيعة يبقى موقع جغرافي. يبقى اول حاجة هندرسها النهاردة في المحاضرة بتاعتنا من ضمن المقومات الطبيعية للدولة، اول نوع عندي او اول مقوم او اول عامل بيأثر في قوة الدولة هو حاجة اسمها الموقع. ركز معايا لان الموضوع بقى دخلنا في التقيل شوية، رجلنا بدأت تغرز، فركز معايا. قال لي يا باشا كلمة رقم واحد كده الموقع. احنا قلنا عندي كم نوع من الموقع؟ عندي نوعين. عندي اول حاجة موقع فلكي وعندي موقع جغرافي. الموقع الفلكي ده عايز اعرفه. يعني ايه موقع فلكي؟ الراجل قال لي هو الموقع بالنسبة، احنا حافظينه كلنا من سنة رابعة ابتدائي، لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان انا عندي الكرة الارضية عاملة كده، وعندي في النص هنا دائرة اسمها دائرة الاستواء اللي هي درجتها بصفر، اللي هي الشمس طول الوقت عمودية عليها معظم ايام السنة، في 6 شهور في السنة الشمس عمودية على خط الاستواء. وعندي فوق هنا مدار اسمه مدار السرطان، وعندي تحت هنا مدار اسمه مدار الجدي. الشمس عمودية 6 شهور على دائرة الاستواء، و3 شهور عمودية على مدار السرطان، و3 شهور عمودية على مدار الجدي. افهم من كده ان انا لو قربت يا مستر من خط الاستواء درجة الحرارة بتعمل ايه؟ قلنا بترتفع. وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء درجة الحرارة بتنخفض. عشان كده عندي هنا القطب الشمالي وعندي هنا القطب الجنوبي. القطب الشمالي والقطب الجنوبي ده متجمد. ليه متجمد؟ عشان بعيد جدا عن الشمس. وعندي هنا بالظبط كده خط طول مهم جدا اسمه خط جرينتش. خط جرينتش ده قال لي الخط ده هو اللي بيقسم الكرة الأرضية لنصف في الشرق ونصف في الغرب. الخط ده خطوط الطول بشكل عام بتفيدني في حاجة واحدة بس وعايزك تعرفها كويس، وهي بتفيدني في التوقيت. احنا بنسمع ان في بلاد معينة بتفطر في رمضان قبلنا، وكمان في دول لما بتذيع الماتشات بتاعتها بتذيعها بتوقيت واحنا في توقيت معين تاني خالص. فاذا اي دولة مش موجودة على نفس خط الطول بتاعنا فاذا هي توقيتها مختلف. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا مصر بتمتد على خط طول 25 شرقا ل 37 شرقا. اي دولة مش على 25 شرقا و37 شرقا افهم من كده انها دولة مختلفة عننا في التوقيت. يبقى خطوط الطول زي ما هي بتفيدني في تحديد الموقع فهي بتفيدني كمان في معرفة التوقيت بس. انما دوائر العرض، قال لي دوائر العرض بتعرفني ايه؟ قال لي بتعرفني ان الشمس عمودية على انه منطقة. يعني انا لو ساكن هنا فافهم على طول ان انا قريب من ايه؟ من خط الاستواء، يبقى درجة الحرارة هنا مرتفعة. انما لو ساكن هنا ابقى بعيد جدا عن خط الاستواء يبقى درجة الحرارة منخفضة. يبقى من خلال موقعي بعرف الموقع ده بيعدي عليه يا دائرة الاستواء او مدار السرطان او مدار الجدي، فافهم على طول مناخي عامل ازاي. فاذا دوائر العرض زي ما هي بتفيدني في تحديد الموقع فهي بتفيدني في تحديد المناخ، وده عامل مهم جدا. انا ما يفرقش معايا الموقع عامل ازاي من حيث التوقيت، يعني ما يفرقش معايا خطوط الطول. ليه يا مستر؟ قال لي لان خطوط الطول هو ربنا موزع 24 ساعة عندي وعندك وعند اي حد. فلو الساعة عندي 2 والساعة عندك 5 كده انا دولة مميزة؟ لا، انا كده كده واخد ال 24 ساعة بتوعي. انما لو انا عندي دولة موجودة على خط الاستواء فمناخها حار طول العام وامطار بتسقط طوال العام، وعندي دولة تانية على مدار السرطان، فافهم من كده ان الدولة اللي على مدار السرطان ده اهي معتدلة في درجة الحرارة، انما اللي على خط الاستواء دي حارة جدا. في دول معينة مش متقدمة بفضل مناخها لان المناخ عندها متجمد معظم ايام السنة. دولة روسيا مثلا وهي دولة متقدمة بس ما بتقدرش تستغل موارد كتير جدا بفضل التجمد، ان الموارد دي متجمدة. عندها انهار كتير جدا بس تلج، جليد. ليه جليد؟
لانها بعيده جدا عن خط الاستواء ودرجه الحراره، فاذا هي متجمده فما بتقدرش تستغلها. عشان كده المناخ بيفرق في فين؟ اللي بيفرق في قوه الدوله. فانا لما اجي ادرس الموقع الفلكي هاجي اقول لك يا مستر هو الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. الراجل بقى قال لي ان دوائر العرض دي، دوائر العرض هي اكثر اهميه من خطوط الطول. ليه؟ قال لي لان دوائر العرض دي بتفيدني في معرفه المناخ، وطالما عرفت المناخ فبعرف الملامح العامة للدولة. بشوف الدولة دي هي مناخها حار فبتزرع محاصيل حارة، أو مناخها بارد فما بتقدرش تزرع المحاصيل الحارة، أو مناخها معتدل أي محصول خلقه ربنا ينفع يتزرع عليها زي مصر مثلا، مناخها مناخ صحراوي، فإذا هي مناخها معظم الوقت معتدل. وعندنا تنوع في المناخ، عندنا 4 فصول مناخية فأقدر أزرع محاصيل كتير جدا عندنا، وده بفضل المناخ. عشان كده قال لي أنا بعرف ملامح الدولة. الملامح العامة للدولة هي الدولة دي حارة ولا الدولة دي معتدلة ولا الدولة دي باردة، وبناء عليه قال لي بقدر أحدد حاجة اسمها الأنشطة البشرية. يعني إيه الأنشطة البشرية؟ كلمة النشاط البشري معناه شغلانات البني آدمين اللي عندها. هل البني آدمين اللي عندها بتقدر تزرع بشكل كويس ولا لأ؟ هل بتقدر تصنع ولا لأ؟ ما هو انا لو عندي مثلا معادن في باطن الارض وعندي امطار بتسقط طوال العام، فده بيعوق حركه ان انا اقدر اخرج المعادن من باطن الارض. الدنيا بتشتي طول السنه، فعمليه التعدين هتبقى صعبه. فاذا انا بعرف المناخ وبحدد النشاط البشري. الناس بتشتغل بأنهي حرفه، والناس بتشتغل كام ساعه في اليوم، والناس يعني روسيا مثلا ما بتقدرش تشتغل 8 ساعات متواصلين. ليه؟ بفضل البروده. اعصابهم ما بتقدرش تستحمل كمية البرودة دي في مرة واحدة. عشان كده النشاط البشري بيتحدد بناء على عامل اسمه عامل المناخ، وعامل المناخ بعرفه من خلال حاجة اسمها دوائر العرض. ودوائر العرض دي يعني موقع فلكي، لان الموقع الفلكي هو اللي بيدرس الحاجتين، بيدرس خطوط الطول ودوائر العرض. اذا خطوط الطول ملهاش اهمية. مصر لو بتمتد ما بين 10 ل 20 زي من 20 ل 30 يا من 30 ل 50، مش هيفرق معايا انا في حاجه، بس هيفرق معايا دوائر العرض. لان كل ما قربت من خط الاستواء درجه الحراره عندي بترتفع، وكل ما بعدت عن خط الاستواء درجه الحراره عندي بتعتدل او بتنخفض. لو بعدت جدا انا كده وصلت للقطب الشمالي يبقى متجمد. يبقى افهم من كده ان درجات الحرارة بتتحدد بناء على دوائر العرض، ودوائر العرض دي بتفيدني قلنا في تحديد المناخ اللي هو الملامح العامة للدولة، وتحديد الأنشطة البشرية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن أول نوع في أول مقوم اللي هو الموقع. احنا قلنا في نوعين من الموقع، في موقع فلكي وفي موقع جغرافي. لما اجي ادرس بقى الكلام ده على الخريطة واجي اقول لك هو يا مستر انا عندي هنا بالظبط كده، بص ركز معايا، انا عندي هنا كده ده خط الاستواء. افهم من كده ان البرازيل دي مناخها عامل ازاي؟ حار جدا. طب انا عندي دولة الكونغو دي مناخها عامل ازاي؟ حار جدا. طب اندونيسيا دي مناخها عامل ازاي؟ حار جدا. مصر دي بيعدي عليها مدار السرطان، فمدار السرطان بيتعامد علينا 3 شهور في السنة. عشان كده عندنا فصل اسمه فصل الصيف، درجة الحرارة عندنا مرتفعة صيفا بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان. بس عندي 4 فصول مناخية. عندي فصل زي فصل الربيع وفصل الخريف، الفصول دي محرومة منها مثلا دولة روسيا، لأن شمال روسيا هنا متجمد. فمن خلال موقع الدولة لما اشوف مكانها كده على الخريطة بعرف درجات الحرارة بتاعتها عامل ازاي، وبعرف هي بتزرع محاصيل حارة او بتزرع محاصيل معتدلة او باردة. ليه؟ لان انا بدأت احددها بناء على دوائر الايه؟ دوائر العرض. يبقى لما اجي اتكلم على دوائر العرض يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن اول عامل من ضمن العوامل الطبيعية اللي بتأثر في قوة الدولة هو الموقع. وقلنا الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، ودوائر العرض أكثر أهمية بكتير جدا من خطوط الإيه؟ من خطوط الطول. تعال بقى نخش على اللي بعده. عندي
النوع التاني من الموقع قلنا ان في نوع تاني اسمه الموقع الايه؟ الموقع الجغرافي يا مستر. واحنا اتفقنا قبل كده وخدناه السنين اللي فاتت ان الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء والدول المجاورة. ده الكلام ده كان زمان. الموقع الجغرافي دلوقتي يا صديقي ليه 4 تعريفات. اول تعريف هو الموقع بالنسبة لليابس والماء زي ما انت عارف. وعندي نوع تاني اسمه الموقع بالنسبة للدول المجاورة. وعندي نوع تالت اسمه الموقع المركزي والهامشي. وعندي نوع رابع اسمه الموقع الاستراتيجي. يعني لما اجي اقول لك ما المقصود بالموقع الجغرافي ما ينفعش تقول لي الموقع بالنسبه لليابس والماء وتسكت. هتقول لي الموقع بالنسبه يا اما لليابس والماء، يا اما للدول المجاوره، يا اما للموقع المركزي والموقع الهامشي، يا اما المواقع الاستراتيجيه. هنمسك نوع من الانواع اللي احنا بنتكلم فيها دي ونبدا نتكلم عليه بالتفصيل. احنا قلنا كلمة الموقع بالنسبة لليابس والماء ببدأ أبص على الخريطة بتاعتي. دولة زي مصر لما أجي أبص عليها كده على الخريطة أعرف إن مصر دي على أرض الواقع مصر بيجاورها إيه؟ قال لي بيجاورها يابس ولا ماء؟ إحنا هنا عندنا البحر المتوسط، وعندي هنا البحر الأحمر، وعندي هنا دولة اسمها دولة السودان، وعندي هنا دولة زي دولة ليبيا. لما اجي ابص كده لموقع مصر، هو موقع بيطل على يابس ولا بيطل على ميه؟ هتقول لي يا مستر الاثنين، بيطل على الاثنين. يبقى كده طالما الدوله بتاعتي بتطل على بحر او بتطل على مسطح مائي مفتوح، يبقى الدوله دي دوله بتطل على ميه، يبقى بقول عليها دوله بحريه. انما الدوله بتاعتي لو من هنا يابس وهنا يابس وهنا يابس وهنا يابس، يبقى بتطل على يابس، يبقى ما بتطلش على مسطحات مائيه، يبقى الدوله دي مش بحريه، دوله داخليه، او بنقول عليها بين قوسين كده دوله حبيسه. انا اديتك اشاره عليها في الحصه او في المحاضره التاسيسيه لما جيت قلت لك ان في نوعين من الدول، في دول بحريه وفي دول حبيسه. الدول البحريه لما جيت قلت لك ان في دول جزريه، الدوله الجزريه هي الدوله اللي متكونه من جزيره او اتنين، لو مش بتطل على مسطحات مائيه مفتوحه تبقى الدوله دي اسمها دوله حبيسه. يعني ايه دوله حبيسه يا مستر؟ يعني دوله ما بتطلش على ميه، ما بتبصش على اي مسطح مائي مفتوح خالص. عشان كده قال لي ببدا اقسم الدول عندي يا اما دول حبيسه داخليه محبوسه يعني، يا اما دول بحريه بتبص على مسطحات مائيه. فالدوله البحريه هي الدوله اللي بتبص على مسطح مائي مفتوح. طب لو ما بتبصش على مسطح مائي مفتوح تبقى دوله يابسه او دوله حبيسه. هبدا اقسم عندي اول نوع وهو الدوله البحريه. الدوله البحريه لما اجي اعرفها كده هقول له هي الدوله التي تطل على مسطحات مائية مفتوحة. وانا اللي يهمني في الكلام ده كله كلمة مفتوحة. يعني ايه هي الدولة التي تطل على مسطحات مائية مفتوحة؟ دولة بتطل على بحر، بس لازم البحر ده يكون مفتوح يعني ايه؟ يعني مفتوح على محيط. تعال بقى نبص كده على الخريطة ونعرف يعني ايه دولة بحرية. عندي ده البحر المتوسط. البحر المتوسط ده هو بيفصل ما بين قارة آسيا اللي موجودة هنا دي، وقارة أوروبا اللي موجودة في الشمال، وقارة إفريقيا اللي موجودة في الجنوب، وهو في المتوسط بالظبط، متوسط العالم. لما نيجي نبص على البحر المتوسط كده هلاقيه ماشي 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 هنا ومفتوح على المحيط الأطلنطي. يبقى لازم ده اسمه كده مسطح مائي مفتوح على محيط. عندي هنا بحر اسمه بحر الصين. بحر الصين ده مفتوح على المحيط الهادي. عندي هنا بحر اسمه البحر الكاريبي. البحر الكاريبي ده مفتوح على المحيط الأطلنطي. فلازم شرط أساسي المسطح المائي بتاعي اللي الدولة بتطل عليه يكون مفتوح على
محيط. طب يا مستر هو في بحر مش مفتوح على محيط؟ احنا قلنا ان في بحار مغلقة زي بحر اسمه بحر قزوين. بحر قزوين ده من هنا يابس وهنا يابس وهنا يابس وهنا يابس، ما بيطلش على اي محيط، اذا هو مقفول عليه من جميع الجهات، فبقول عليه بحر مغلق. طب يا مستر انا عندي كام بحر مغلق في العالم؟ عندي 3. عندي بحر قزوين، وعندي بحر اورال هو بحر برضه بحر مغلق مقفول عليه من جميع الجهات، وعندي البحر الميت هنا. يبقى انا عندي 3 بحار مغلقة لا بيطلوا على اي مسطح مائي مفتوح، يعني ما بيطلوش على محيط. عشان كده اي دولة بتشرف على اي بحر مغلق يبقى دولة مش بحرية. تعالى كده افهم معايا واحدة واحدة. انا عندي مثلا هنا بحر قزوين، قال لي بحر قزوين ده بيشرف عليه مجموعة من الدول. عندي دولة زي دولة كازاخستان بتبص على بحر قزوين، معناها انها دولة بحرية؟ هتقول يا مستر لا، لان بحر قزوين ده بحر مغلق. اي بحر مغلق اذا هو دولة حبيسة. اي بحر مغلق الدولة اللي بتطل عليه دولة حبيسة. اي بحر مفتوح زي مصر كده بتطل على البحر المتوسط، واحنا اتفقنا ان البحر المتوسط بحر مفتوح. اي بحر غير ال3 بحار اللي انا قلت لك عليهم، سواء كان بحر قزوين اللي مكانه ده اهو، او بحر اورال اللي مكانه ده اهو، او البحر الميت اللي هنا، افهم على طول ان لو مش بحر قزوين وبحر اورال والبحر الميت، اذا الدولة اللي بتطل على اي بحر تاني غيرهم اذا دولة ايه؟ دولة بحرية. انما الدولة اللي بتطل على مسطحات مائية مغلقة مقفولة اذا دولة مش بحرية. فشرط اساسي في القاعدة اللي احنا بنقوله عليها ان الدولة البحرية هي الدولة التي تطل على مسطحات مائية مفتوحة. عندي مصر احنا قلنا ده البحر المتوسط عامل كده، وجاي من هنا في مضيق هنا اسمه مضيق جبل طارق، ومفتوح هنا على المحيط، ده المحيط الأطلنطي، وده البحر المتوسط. أي دولة بتطل على البحر المتوسط فاعرف على طول إنها دولة بحرية. فهل الدولة البحرية دي لها ميزة؟ قال لي يا مستر لها ميزة. أهمية الموقع البحري إيه؟ أهمية الدول البحرية. قال لي الدول البحرية لها 3 مميزات لا غنى عنهم في أي دولة. 1 إنها بتتمتع بثروات في البحر. أنا دولة بطل على بحر، مش زي دولة ما بتطلش على بحر. الدولة اللي عندها بحار دي يبقى عندها إمكانية إنها ممكن تستخرج أسماك من البحر، ده أول حاجة. ممكن يبقى البحر ده فيه بترول أو غاز طبيعي، فممكن أقدر أستغل الموارد اللي عندي في البحر وأقدر أطلعه. كمان أقدر أستغل المعادن اللي موجودة عندي في البحر فأقدر أطلعها. يبقى رقم 1 استغلال الثروات الطبيعية، بستغل الثروات بتاعتي. طب رقم 2 قال لي عندها قدرة انها تتعامل مع اكتر عدد من الدول اللي بتطل على بحار. انا عندي مصر مثلا، مصر بتطل على البحر الاحمر والبحر المتوسط. مصر لما بتيجي بتتعامل مع مين؟ مع كل شعوب العالم عن طريق البحر، يا اما البحر الاحمر او البحر المتوسط. فرقم 2 قال لي احتكاك الدولة حضاريا بغيرها من الدول. البحر ده عايز افهمك ان اي بحر خلقه ربنا مفتوح هو وسيلة مواصلات اصلا، يعني بقدر استغله في التجارة، اقدر استغله في استخراج الثروات بتاعتي، اقدر استغله ان انا اتعامل مع الدول المجاورة عن طريق البحر. ما انا عندي مواصلة، عندي بحر احمر وعندي بحر متوسط. فالدولة دي اللي بتطل على بحار اذا هي عندها قدرة على الاحتكاك بالعالم الخارجي اكتر من دولة محبوسة ما بتطلش على اي مسطح مائي. اذا من ضمن اهمية الدول البحرية انها بتستغل الثروات الطبيعية بتاعتها، وكمان بتحتك بالدول اللي بتطل على بحار، وكمان قال لي عندها قدرة على التواصل مع اكبر عدد من الدول المجاورة. بس كده؟ قال لي لا، دون قيود، يعني من غير ما حد يتحكم فيها.
ما انا عندي بحر، لو عايز اتعامل مع دولة ليبيا هتعامل عن طريق البحر المتوسط، عايز اتعامل مع اي دولة من بلاد الشام عن طريق البحر المتوسط، عايز اتعامل مع اي دولة عن طريق قارة اوروبا عن طريق البحر المتوسط. فاذا اهمية الموقع البحري انه بيديني قدرة كبيرة جدا ان انا اتواصل مع اكبر عدد من الدول المجاورة دون قيود، من غير ما حد يتحكم فيا. لان البحر ده طالما انا بشرف على بحر، فاذا عندي قدره على ان انا عندي اسطول وعندي تجاره وعندي تواصل، فاذا بقدر اتواصل مع عدد كبير جدا من الدول. طب يا مستر، هل الدول البحريه دي كلها زي بعض؟ يعني افهم من كده ان دوله مثلا بتطل على بحر ودولة تانية بتطل على بحر، الاتنين مهمين نفس الأهمية؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك ان كل الدول بتقدر تستغل الثروات الطبيعية، طب هل كل البحار فيها ثروات طبيعية زي بعض؟ هقول لك لا، بتتوقف أهمية الدول البحرية على 3 عوامل. واحد، قال لي واحد، طول الساحل. دولة بتطل على البحر من الجزء ده للجزء ده مش زي دولة بتطل على البحر من الجزء ده للجزء ده، الجزء ده أكبر لأنه الساحل أطول، فإذا عندها قدرة على التواصل أكتر وعندها قدرة على استغلال أكبر قدر من الثروات الطبيعية. مش هتجيب دولة بتطل على البحر بجزء بسيط كده زي دولة بتطل على البحر بجزء تاني كده. الجزء ده الساحل طويل جدا، فعندها قدرة على استغلال كل الموارد اللي موجودة في كل حتة عندها في البحر. انما الدولة التانية دي مواردها محكومة لانها بتطل على الساحل بشريط ضيق جدا او بمسافة قليلة، فاذا طول الساحل بيفرق في اهمية الدولة البحرية. انت لو بتبص على البحر، لو انت رايح تشتري شقة على البحر على طول هيبقى تمنها اغلى. ليه؟ لانها بتبص بشكل مباشر على اكبر مسافة كبيرة جدا من البحر. انما لو رايح تشتري شقه بعيده جدا، بعيده شويه، كل ما تخش جوه وتبص على البحر بمسافه اضيق كل ما ثمنها يرخص. نفس الكلام، الدوله اللي بتطل على البحر بساحل كبير مش زي الدوله اللي بتطل على البحر بساحل صغير جدا، اهميه دي غير اهميه دي. يبقى طول الساحل بيفرق، وهناخد في الخرائط دلوقتي ازاي الساحل الطويل بيدي اهميه كبيره جدا للدوله، وهنعرف الدول اللي عندها سواحل كبيرة والدول اللي عندها سواحل صغيرة. يبقى رقم 1 طول الايه؟ طول الساحل. قال لي رقم 2 عندي حاجة اسمها الظهير الساحلي. يعني ايه يا مستر الظهير الساحلي؟ انا وانت خدنا بعض انقاجيه ورحنا على البحر، واحنا واقفين على البحر كده ورانا الاراضي اللي ورا الشط اللي فيها العماير والبيوت والكلام ده كله، الاراضي اللي ورانا دي بقول عليها الظهير الساحلي اللي في ظهرنا. انما لو الاراضي اللي ورانا دي مثلا فيها جبال، زي عندي مثلا البحر الاحمر هنا ساحل اسمه ساحل البحر الاحمر، قدامه على طول جبال اسمها جبال البحر الاحمر. احنا لو واقفين على البحر الاحمر على الشط كده على طول في ظهرنا الجبال، يبقى انا اقدر استغل الساحل بتاعي ده بشكل جيد ولا لا؟ قال لي لا، لان في ظهر على طول جبال سد اهميه الساحل. يبقى الظهير الساحلي لو جبلي او مرتفعات فما بقدرش استغل الموارد دي، اعمل قرى سياحيه واعمل اماكن واعمل افتح بقى الشواطئ بشكل كبير، لان انا في ظهر بحر فحاكمني مني للبحر على طول. يبقى الظهير الساحلي لو مناطق ساحليه منبسطه، مناطق عاديه زي اللي في البحر المتوسط كده، يبقى سهله جدا ان انا اقدر استغلها بشكل اكبر. فالاراضي اللي في ظهر البحر على طول بتفرق في اهميه البحر واهميه الموقع البحري، بقول عليها الظهير الساحلي. بس كده؟ قال لي لا، رقم 3 اهميه الساحل. انا عندي دولة روسيا بتطل في الشمال على المحيط القطبي الشمالي، مش مهم بالنسبة لها لانه متجمد، فاهمية الساحل بيفرق. عندي مثلا مناطق فيها ثروات طبيعية اكبر بكتير جدا من بحار تانية، عندي مثلا زي منطقة الخليج العربي، المنطقة دي فيها بترول وغاز طبيعي، البحر الأحمر فيه بترول وغاز طبيعي، ما ينفعش أقارنه مثلا بالبحر الكاريبي اللي احنا لسه قايلينه. هبص ألاقي إن أهمية الدول اللي بتطل على الخليج العربي أهم بكتير جدا من الدول اللي بتطل على البحر الكاريبي.
ليه يا مستر؟ لان حجم الثروات اللي هنا اكبر بكتير جدا من حجم الثروات اللي هنا. فالدولة اللي بتشرف على الخليج العربي قصدي لها أهمية كبيرة، لأنها بتقدر تستخرج البترول والغاز الطبيعي والفحم ومصادر الطاقة والمعادن والحاجات اللي عندها. فالساحل مش كل الدول اللي بتطل على بحار زي بعض، ومش كل البحار عندها نفس الثروات. فإذا بتفرق في إيه؟ قال لي بتفرق في طول الساحل، في الظهير الساحلي وأهمية الساحل. تعال ناخده الكلام ده بالتفصيل على الخريطة. قال لي بقى لما نيجي نبص كده هلاقي ان في دول كتير جدا زي ما قلنا بتطل على بحار. طب البحار دي بتختلف اهميتها؟ قال لي طبعا يا مستر. البحار دي اي دولة بتطل على محيط فاذا هي اهم من اي دولة بتطل على بحر. يعني افهم من كده مثلا ان انا عندي دولة زي دولة المغرب بتطل على المحيط الاطلنطي، وعندي دولة تانية زي دولة السودان بتطل على البحر الاحمر. انهي اللي مهمة؟ هتقول لي يا مستر بالظبط دولة المغرب، لأن أي محيط بيبقى حجم الثروات اللي موجودة وحجم الأسماك اللي موجودة فيه مهم جدا. طب لما نيجي نقارن كده، هل طول الساحل ده زي طول الساحل ده؟ لا، ده المغرب أطول في الساحل، يبقى إذن أهم. طب كمان قال لي أنا عندي دولة زي دولة الكونغو. دي دولة الكونغو، بص بتطل على الساحل من أنهي جهة؟ الجهة ده. شايف طول الساحل عامل ازاي؟ ده اهم ولا دولة انجولا؟ لا، دولة انجولا. ليه؟ لان انجولا دي بتطل على الساحل بشكل اوسع، فطول الساحل عندها اكبر، فاهمية الموقع البحري بيختلف من خلال 1 طول الساحل، 2 الموقع اللي هو اهمية الساحل، 3 الظهير الايه؟ الظهير الساحلي. طب انا عندي الدول البحريه برضو كلها مستر مش زي بعض. في دول بتطل على البحر بناحيه واحده بس، ودول بتطل على البحر بناحيتين، وفي دول بتطل على البحر من كل النواحي. مثلا عندي دوله زي دوله سوريا بتطل على البحر بناحيه واحده، دوله زي دوله السودان بتطل على البحر بناحيه واحده، دوله زي دوله موريتانيا بتطل على البحر بناحيه واحده. انما عندي دوله زي دوله مصر بتطل على البحر بناحيتين. عندي السعودية بتطل على البحر الأحمر والخليج العربي، فبتطل على البحر بناحيتين. عندي دولة تانية بتطل على البحر من جميع النواحي، بقول عليها دولة جزرية. قال لي زي دولة اليابان مثلا، عندي هنا بحر هنا بحر هنا بحر، جميع الجهات بتطل على مية. عندي زي دولة إندونيسيا، جميع الجهات بتطل على مية. عندي زي دولة بريطانيا أو المملكة المتحدة، جميع الجهات بتطل على مية. فإذا الدول الجزرية هي الدول اللي بتتكون من جزيرة أو أكتر، أو قد تكون جزء من جزيرة بس بيحيط بها المياه من جميع الجهات. فإذا بتختلف الدول من حيث إشرافها، إنها بتبص على كام جهة من البحر. في دول بتبص على البحر من جهة واحدة بس زي سوريا قلنا، وزي السودان وزي موريتانيا وزي دول كتير. وفي دول بتطل على البحر من ناحيتين زي دولة فرنسا، زي دولة السعودية، زي دولة مصر. وفي دول بتطل على البحر من جميع الايه؟ من جميع الجهات. يبقى احنا كده اتكلمنا على اول عامل من ضمن العوامل اللي بتأثر في قوة الدولة، وهو الموقع البحري. طيب لو دولة يا مستر ما بتطلش على بحر بقول عليها ايه؟ قال لي بقول عليها الدولة الداخلية، او بين قوسين كده مليني الدولة الحبيسة. يعني ايه حبيسة؟ قال لي هي الدولة التي لا تطل على مسطحات مائية، كمل انت بقى، مفتوحة. دولة ما بتطلش على اي مسطح مائي مفتوح. دولة عندها نهر ممكن، بس النهر مش مسطح مائي مفتوح، انا بتكلم على البحار. ممكن دولة عندها نهر مثلا نهر دولي بيعدي على كذا دولة مهمة، فبتستغل النهر في التجارة. بس هي لو دولة ما عندهاش بحار او محيطات، بحار مفتوحة او محيطات، تبقى بقول عليها دولة ايه؟ دولة حبيسة. طب يا مستر في دول حبيسة في العالم؟ قال لي ايه؟ طيب كتير جدا. عندي دولة زي دولة تشاد، بص كده على حدودها، في الشمال ليبيا، في الشرق السودان، افريقيا الوسطى عندي دول هنا كلها في الغرب. يبقى اذا ما بتطلش على اي مسطح مائي، فافهم من كده انها دولة ايه؟
دولة حبيسة. دولة منغوليا. الشمال يابس، الجنوب يابس، الشرق يابس، الغرب يابس، تبقى دولة ايه؟ دولة حبيسة. تعالى كده عندي هنا دولة كازاخستان. الشمال يابس، الجنوب يابس، الشرق يابس، الغرب بحر قزوين. دولة حبيسة لأن احنا قلنا إن بحر قزوين مش بحر مفتوح، بحر داخلي. فإذا أي دولة بتطل على مسطحات مائية غير مفتوحة يبقى بقول عليها دولة حبيسة برضه، اللي زي بحر قزوين، وقلنا زي بحر أورال والبحر الميت. طيب مين أكتر قارة يا مستر فيها دول حبيسة؟ هقول لك قارة افريقيا هي اكتر قارات العالم اللي بتضم دول حبيسة، دول ما بتطلش على مسطحات مائية مفتوحة. بيليها على طول قارة اوروبا، هي تاني اكتر قارة في العالم بتضم دول حبيسة. بعدها على طول قارة اسيا، بعديها على طول قارة امريكا الجنوبية. يبقى انا عندي رقم 1 افريقيا، 2 امريكا قارة اوروبا، 3 قارة اسيا، 4 امريكا الجنوبية. عنده قارتين ما بتضمش دول حبيسه زي قاره استراليا وقاره امريكا الشماليه. يبقى احنا كده اتكلمنا على طول على الموقع الايه؟ الموقع ايه بالنسبه لليابس والماء، سواء كان موقع بحري او موقع حبيس. طب مين الدول اللي لا تطل على مسطحات مائيه مفتوحه؟ انا ذكرت لك منهم كتير. هو في الكتاب مديني مثال زي دوله اثيوبيا، وزي دوله كازاخستان، وزي دولة منغوليا، وفي دول كتير جدا دول حبيسة. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على أول نوع من الموقع الجغرافي اللي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. طب النوع التاني لما نيجي نفتكر كده قال لي هو الموقع بالنسبة للدول المجاورة. وهنا بقى نبدأ الموضوع يتسهل علينا جدا. قال لي يا باشا في دول لها حدود مع دول كتير جدا، لها جيران كتير جدا، وفي دول لها جار او 2 أو 3 بالكتير. في دول كثيرة في عدد الجيران، دول المجاورة اللي لها حدود معاها كتير جدا، وفي دول عددها قليل. طيب زي مين؟ قال لي الدول اللي عددها قليل في الجيران زي دولة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بيحيط بها دولتين بس، دولة في الشمال اسمها كندا، ودولة في الجنوب اسمها المكسيك. وعندي دول تانية زي دولة المغرب. المغرب بتحيط بها دولتين بس، دولة في الجنوب الشرقي زي دولة الجزائر، وعندي دولة تانية زي دولة موريتانيا. فإذا في دول كتير جدا بيحيط بها دولة أو 2. مصر بيحيط بها 3 دول. فإذا في دول بيحيط بها عدد قليل جدا من الدول، وفي دول تانية بيحيط بها عدد كتير جدا من الدول زي دولة الصين. الصين يا باشا لما جت الاتحاد السوفيتي تفكك ل 15 دولة، لقينا ان عدد الدول اللي بيحيطوا بالصين ولها حدود معاها كتروا جدا، بقى عددهم زاد. قال لي الصين بيجاورها ال 15 دولة. طب ال 15 دولة اللي بيجاوروا الصين دول، قال لي كل ما كان عدد جيرانك كتير بيسببوا لك ازعاج الا في حاجة واحدة بس، لو انت تعاونت معاهم. الصين ذكية، بدأت تعمل ايه؟ بدأت تعمل علاقات اقتصادية وثقافية وعلاقات سياسية مع ال 15 دولة اللي بيحيطوا بيها، فشكلت حدودها شكلت مع ال 15 دولة مصدر قوة لدولة الصين. فأصبحت الصين دلوقتي عمرك ما هتعرف تحتلها. ليه؟ لأن في 15 دولة لازم هتعدي عليهم عشان تخش لها، ومش هيسمحوا لك، لأن دولة الصين عاملة علاقات معاهم. فإذا الصين استغلت عدد الدول المجاورة الكتير بالنسبة لها وعملت معاهم كلهم علاقات، فأصبحت قوية. زي كمان دول غرب أوروبا، روح أي دولة في غرب أوروبا، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، هتلاقي عدد الدول المجاورة ليها كتير جدا. فإذا كل لما تيجي تروح أي دولة، هو برضو غرب أوروبا دول استغلوا كثرة عدد الجيران وعملوا مع بعض حاجة اسمها الاتحاد الأوروبي، واتحدوا مع بعض وخلوا اقتصادهم يبقى من أقوى الاقتصادات اللي موجودة في العالم، وأصبح كل الدول اللي موجودة في غرب أوروبا دول متقدمة. بفضل إيه؟ بفضل كثرة عدد الدول المجاورة. بس في على العكس بقى، في دول تانية عندها عدد دول مجاورة كتير بس ما بتعرفش تستغلها، داخله معاهم كلهم في مشاكل، زي دولة السودان. السودان بيجاورها 7 دول، ال7 دول
كلهم في مشاكل مع دولة السودان. قال لي من كتر المشاكل والحروب الأهلية اللي موجودة في السودان بقى عندها مشاكل قوية جدا، فتقسمت لشمال السودان وجنوب السودان، والدولة انهارت وبقت دولة مش متقدمة ودولة ضعيفة جدا. فإذا الصين استغلت كثرة عدد الدول المجاورة، السودان ما قدرتش انها تستغل عدد الدول المجاورة اللي عندها، ودخلت معاهم كلهم في مشاكل على الحدود، واصبح عندها مشكلة كبيرة جدا وترتب عليها تقسيم السودان لشمال وجنوب السودان. يبقى اذا الدول اللي بتطل على عدد كبير من الدول ممكن يكون لها ميزة وممكن يكون لها عيب، والدول اللي عندها عدد قليل من الدول ممكن يكون لها ميزة وممكن يكون لها عيب. بس عايز اقول لك على حاجة، الراجل قال لي ان اي دولة بيجاورها عدد قليل من الدول ده ما بيسبب لهاش مشكلة عادي. يعني ايه؟ يعني طول ما كان عندك جار او اتنين فانت هتتغاضاه، ما عندكش مشكلة معاه. انما كل ما كان عندك عدد جيران اكبر فده ممكن لو ما قدرتش تتعاون معاهم وتخليهم هم مصدر قوة ليك ممكن يسببوا لك مشكلة. عشان كده بيقول لي السودان ما قدرتش تتعاون مع السبع دول فسببت لها مشكلة كبيرة جدا عندها في الدولة. يبقى انا اتكلمنا على تاني عامل اللي هو الموقع بالنسبة للدول المجاورة. عندي تالت عامل او تالت نوع من انواع الموقع اللي هو الموقع بالنسبة للدول المركزية والدول الهامشية. مستر يعني ايه دولة مركزية؟ قال لي الدولة المركزية هي الدولة التي، تعالى كده اكتب ورايا، الدولة التي تتوسط قارات العالم. يعني الدولة اللي موجودة في المركز في النص، موقعها مهم جدا، كل الدول بتعدي من عليها. زي مين؟ قال لي زي مصر. مصر في متوسط قارات العالم القديم، اللي بيجي من آسيا بيروح لأفريقيا بيعدي على مصر. مصر محتكرة التجارة اللي موجودة في كل دول العالم. مصر أهم موقع لأنها بتربط ما بين 3 قارات مع بعض، فإذا دي دولة مهمة جدا فموقعها مركزي في المنتصف. إنما لو العكس، دولة متطرفة على الأطراف زي دولة اليابان، احنا لسه شايفين إن اليابان دي فين؟ اليابان دي موجودة بعيد جدا عن العالم. هل دي موقع مركزي؟ لا، ده في آخر العالم، ده العالم كله هنا وهي لوحدها هنا، فإذا ده موقع هامشي. عندي دولة هنا اسمها دولة نيوزيلندا، هل ده موقع مركزي؟ لا، ده موقع هامشي. طب الناس هتحب تتعامل مع دولة زي دولة نيوزيلندا في أقصى جنوب شرق العالم، ولا دولة زي دولة مصر في النص؟ أكيد يا مستر مصر. ليه؟ لأن مصر موقعها مركزي، مصر عندها قناة السويس وعندها بحرين وعندها موقع مهم جدا كل دول العالم بتقدر تستغله. فإذا الموقع المركزي ده خلى مصر تخش في مشاكل كبيرة جدا قدام. زي مين؟ قال لي مثلا مصر جالها الحملة الفرنسية بسبب موقعها، جالها حملة انجلترا بسبب موقعها، جاء كل الدول اللي جت تحتل مصر بسبب موقعها، لأن موقعها مهم جدا ومركزي وكل دول العالم نفسها إنها تبقى مكان مصر. عشان كده الموقع المركزي ده ممكن يسبب مشاكل للدولة بفضل إنها دولة إيه؟ دولة متقدمة. الدولة اللي بتتوسط قارات العالم إذا دولة إيه؟ مركزية. عايز الخلاصة؟ هديك الخلاصة. أي دولة بتطل على البحر المتوسط إذا هي دولة مركزية، دولة موقعها مركزي. هقول لك ليبيا، هتقول لي موقع مركزي. طب تونس موقع مركزي. طب المغرب موقع مركزي. ليه؟ لأن الموقع المركزي اللي موجود في المنتصف. فإذا البحر المتوسط هو بيتوسط قارات العالم الثلاثة، فأي دولة بتشرف على البحر المتوسط إذا دولة مركزية. طب الدولة الهامشية، قلنا الدولة الهامشية هي الدولة التي توجد على أطراف العالم، موجودة بعيدة جدا على العالم فمحدش بيحب يتعامل معاها قد كده. عشان كده احنا خدنا الحصة اللي فاتت ان بفضل موقع اليابان حولت العاصمة بتاعتها من كيوتو الداخلية وديتها طوكيو. ليه؟ عشان تبقى تقرب من العالم، تقرب من طرق التجارة، عايزة تتواصل مع العالم اكتر. هي مش فارق معاها الحماية والدفاع قد ما فارق معاها انها عايزة تتعاون مع العالم، لان هي بعيدة جدا عن العالم وعارفة ان محدش هيقدر يحتلها، او هي بعيدة جدا وعندها تكنولوجيا، فاذا عايزة تتواصل حضاريا مع العالم لانها بعيدة جدا وموقعها ما يسمح لهاش انها تبقى موقع مركزي، هي بعيدة.
فاذا احنا كده اتكلمنا على، احنا يا مستر بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الموقع الجغرافي. خدنا لحد دلوقتي 3 تعريفات للموقع الجغرافي: الموقع بالنسبة لليابس والماء، الموقع بالنسبة للدول المجاورة، الموقع بالنسبة للدول المركزية والهامشية. آخر نوع من أنواع الموقع الجغرافي عندي رقم 4، الموقع الاستراتيجي. يعني إيه موقع استراتيجي؟ قلت لك موقع استراتيجي معناها إن الموقع ده مهم جدا. كلمة استراتيجي يعني مهم. يبقى الموقع الاستراتيجي هو الموقع المهم. مهم في ايه يا مستر؟ قال لي مهم هو الموقع المهم الذي يستخدم في طرق الملاحة والتجارة. مش فاهم معناها بالبلدي؟ أي دولة بتطل على مضيق، أي دولة بتطل على قناة مائية، فإذا هي موقعها استراتيجي. أي دولة بتطل على مضيق، أي دولة بتطل على قناة مائية، إذا موقعها استراتيجي. أسألك أنا مصر موقعها إيه؟ تقول استراتيجي. ليه؟ هي بتطل على مضيق؟ لا، بس بتطل على قناة السويس، وقناة السويس دي قناة تجارية، السفن بتعدي فيها عشان تروح للشرق والغرب، فهي بتربط حلقة تواصل ما بين العالم. طب في قنوات مائية كتير، يعني في زي قناة السويس دي كتير في العالم؟ قال لي لا، هي في قناة 2 3، مش كتير جدا. إذا قناة السويس دي لها أهمية استراتيجية لأن احنا اللي بنتحكم فيها. احنا جينا في حرب 67 قفلنا قناة السويس، وقلنا يا جماعة لو ما حلتوش مشكلتنا مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء ما حدش معدي من هنا. فإذا احنا استغلينا القناة المائية اللي العالم كله محتاجها وبيتاجر من خلالها، ان هو ايه؟ ان هو يسعى طول الوقت لحل المشكلة بتاعتنا عشان يجي يتاجر في قناة السويس. فإذا قناة السويس دي بالنسبة لنا موقع مهم، موقع استراتيجي. طب الدول اللي بتطل على مضايق، يعني ايه مضيق؟ مضيق يعني البحر بيبقى ماشي زي ما احنا ما قلنا كده، ده البحر المتوسط. المنطقة دي بقول عليها مضيق. ليه مضيق؟ لأن البحر اتساعه من هنا مش زي اتساع البحر من هنا. الدول اللي بتشرف على المضيق هي اللي بتتحكم في طرق التجارة اللي بتخش للبحر وبتطلع من البحر. فإذا أي دولة بتطل على مضيق فإذا هي دولة إيه؟ إذا هي دولة إيه؟ رد عليا. إذا هي دولة ذات موقع استراتيجي. يبقى الدولة ذات الموقع الاستراتيجي هي الدولة المهمة جدا اللي بتشرف يا إما على قناة مائية أو مضيق. كلام جميل. طب أنا عندي كم مضيق في العالم يا مستر؟ لا، ده أنت لو كتبت وراه مش هتعد. بس أنا عندي مضايق مهمة جدا لازم ما ينفعش أخرج من الحصة النهاردة إلا لما أعرفها. وكل فترة كده هتلاقيني بزود لك مضيق 2 3. أنا عندي شوية مضايق لازم أساسية أعرفها في المنهج. ما ينفعش نعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق باب المندب. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق جبل طارق. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق موزمبيق. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق هرمز. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق دوفر. وما ينفعش اعدي النهارده من غير ما اعرف ان في مضيق اسمه مضيق بيرنج. تعال نعرفهم على الخريطه. انا عندي هنا طبعا احنا مش محتاج اقول لك ان الكره الارضيه دي خريطه بتاعت الكره الارضيه. دي عباره عن كوره، فالمحيط الهادي ده هو نفسه المحيط الهادي ده. يعني المنطقه دي هي اخر حاجه في المنطقه دي. فانا عندي هنا نو في مضيق بيفصل ما بين قارة أمريكا الشمالية وقارة آسيا، اسمه مضيق بيرنج، بيفصل ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وعندي مضيقنا اهو اسمه مضيق باب المندب، بيفصل ما بين اليمن وإثيوبيا أو اليمن وجيبوتي. أنا عندي جيبوتي والصومال بيطل على مضيق اسمه مضيق باب المندب، وبيربط ما بين البحر الأحمر وخليج عدن. عندي هنا مضيق اسمه مضيق جبل طارق، بيفصل ما بين البحر المتوسط، بيربطه بالمحيط الأطلنطي، والدولتين اللي بتشرف عليه دولة المغرب ودولة إسبانيا. وعندي مضيق نهو اسمه مضيق دوفر، بيفصل ما بين
دولة فرنسا اللي بتشرف عليه ودولة بريطانيا. يبقى أنا عندي فرنسا وبريطانيا بيلتقوا مع بعض عند مضيق أو مضيق مائي، ممر مائي مهم اسمه مضيق دوفر. وعندي هنا مضيق اسمه مضيق بيرنج بيفصل ما بين مين؟ ما بين جزيرة مدغشقر وما بين دولة اسمها دولة موزمبيق. يبقى أنا عندي كده مجموعة من المضايق المهمة جدا اللي موجودة عندي في العالم، اللي بتتحكم في طرق التجارة الدولية، فإذا لا غنى عنها، مهمة جدا. إذا أي دولة بتشرف على أي مضيق قدام منك إذا هي دولة ذات موقع استراتيجي. يبقى احنا كده خدنا أول نوع يا مستر في المقومات الطبيعية اللي بتؤدي إلى قوة الدولة. خدنا أول نوع اللي هو الموقع، وقلنا يا مستر إن في نوعين من الموقع، في موقع فلكي وفي موقع جغرافي. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، واحنا قلنا إن دوائر العرض دي أكثر أهمية من خطوط الطول بشكل كبير جدا، لأنها بتعرفني المناخ والأنشطة البشرية. وخدنا الموقع الجغرافي وقلنا إن في 4 أنواع من الموقع الجغرافي. الموقع بالنسبة لليابس والماء في دول بحرية ودول حبيسة، والموقع بالنسبة للدول المجاورة في دول بيكثر فيها عدد الجيران وفي دول عددها قليل جدا. وقلنا الدول بالنسبة للموقع المركزي والموقع الهامشي، دول موقعها في المنتصف ودول متطرفة على أطراف العالم. وخدنا كمان إن في الموقع الاستراتيجي هو الموقع بالنسبة اللي بيطل على المضايق أو اللي بيطل على القنوات المائية المهمة جدا زي قناة السويس أو قناة بنما، أو في قنوات مائية مهمة جدا موجودة في العالم. الدولة اللي بتشرف على القناة التجارية اللي بتتحكم فيها في دول كتير جدا دي بقول عليها موقع استراتيجي. احنا كده خلصنا من أول نوع من أنواع المقاومات الطبيعية. نخش على النوع الثاني. عندي يا مستر النوع الثاني احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عنه، اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها المساحة. هو يعني ايه مساحة؟ مساحة الدولة قال لي هي الرقعة. كلمة الرقعة يعني المنطقة الأرضية، الرقعة الأرضية التي تمارس عليها الدولة سيادتها. عندي دولة مثلا زي دولة فرنسا، مساحة دولة فرنسا اللي موجودة عندي في النص دي حدودها من جميع الجهات، المنطقة اللي في الداخل دي بقول عليها مساحة فرنسا. عندي دولة زي مصر دي لما اجي ارسمها كده بلاقي ان المنطقة الداخلية اللي موجودة عندي دي بقول عليها مساحة مصر. مساحة مصر ليه؟ لأن احنا بنحكم المنطقة دي اللي متحوطة بحدود معينة، بقول عليها ايه؟ بقول عليها مساحة مصر أو المساحة بشكل عام. طب يا مستر هل الدول زي بعض في المساحة؟ يعني الدول اللي احنا بنشوفها على خريطة العالم دي مساحتها زي بعض ولا بيختلفوا من بعض من حيث المساحة؟ قال لي لا، كل دولة مختلفة عن التانية من حيث المساحة. في دول مساحتها كبيرة، دولة مساحتها كبيرة زي دولة روسيا، دي أكبر دولة في العالم، واحنا خدناها قبل كده إنها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. مساحتها كام؟ مساحتها 17.6 مليون كيلومتر مربع. عندي دولة تانية زي دولة ايه؟ زي دولة الفاتيكان، دي أصغر دولة في العالم. مساحتها قد ايه؟ قال لي مساحتها أقل من كيلومتر واحد مربع. كيلومتر يعني دولة عبارة عن برجين وحتة أرض فاضية عايش عليها مجموعة من البني آدمين عددهم ما يكملش 1000 واحد، ده اسمه الفاتيكان. في دولة تانية زي روسيا مساحتها 17 مليون كيلومتر مربع، أكبر دولة في العالم. طب هل الدولة دي يا مستر أحسن من الدولة دي؟ هقول لك والله جايز. طب هل الدولة دي يا مستر ممكن تكون أحسن من الدولة دي؟ هقول لك والله جايز. مش شرط إن روسيا عشان هي أكبر دولة في العالم فتكون أهم دولة، لأن المساحة الكبيرة لها مميزات ولها عيوب. يعني مش كل الدول كبيرة المساحة هي دولة عندها مميزات بس، لا ده عندها عيوب. مش كل الدولة الكبيرة في المساحة دولة قوية أو دولة متقدمة، ومش كل الدول صغيرة المساحة أو صغيرة المساحة هي دولة ضعيفة. قال لي لا، ده الدول صغيرة المساحة لها مميزات يا مستر ولها عيوب. طب ما تيجي نتكلم على مميزات وعيوب الدول الكبيرة في المساحة. عندي دولة زي روسيا، دولة زي كندا، دولة زي أمريكا.
الدول الكبيرة جدا في المساحة دي قال لي لها ميزة مهمة جدا، وهي ايه؟ قال لي واحد، تعالى بس نكتبها كده واحدة واحدة. مميزات الدول كبيرة المساحة. واحد، قال لي بتتيح للدولة احتمالية التنوع في التركيب الجيولوجي. يعني ايه الكلام ده بقى؟ انا مش فاهم. كلمة التركيب الجيولوجي معناها تنوع في انواع الموارد اللي في باطن الارض. هديك مثال. احنا دلوقتي عايشين في منطقة ولتكن زي مصر، حجم الموارد اللي تحت مصر دي نفس حجم الموارد مصر، مساحتها 1,000,001 كيلومتر مربع، مليون. هل الموارد اللي تحت الارض زي روسيا اللي مساحتها 17 مليون كيلومتر مربع، يعني مساحتها قدنا 17 مرة؟ اكيد لا يا مستر، اكيد هم عندهم حاجات في باطن الارض اكتر مننا. انا عندي التركيب الجيولوجي معناها انواع الصخور، وانواع الصخور دي كلمة الصخور معناها انا عندي كذا نوع من انواع الصخور. الصخر ده اللي بيبقى جواه المعدن، فكل ما كان الصخور عندي متنوعة وكتير، فإذا موجود عندي معادن كتير في الدولة. فإذا الدولة كبيرة المساحة بيديها فرصة أو بيديها ميزة إنها بيبقى عندها موارد أكتر من الدولة اللي ما عندهاش مساحة كبيرة. دولة كبيرة جدا في المساحة، فإذا عندها موارد أكبر من دولة صغيرة في المساحة، فده معناها إن الدولة بتديها احتمالية إن تكون متنوعة في التركيب الجيولوجي. اتنين، قال لي كمان بتتيح لها فرصة إبعاد مصانعها وسكانها أثناء الحرب. هديك مثال، عندي دولة روسيا. روسيا دي مثلا لما كانت بتحارب أي دولة، روسيا دي لما كانت بتحارب ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، ألمانيا تدخلت في روسيا هنا، فروسيا مش هتقف السكان اللي موجودين والمصانع والآلات والمعدات وطرق النقل والمواصلات اللي موجودة في الحتة دي، مش هتسيبها في مكانها، فبدأت تنقلها في مناطق تانية بعيدة جدا عن ايه؟ عن وجود الضرب اللي بيجي من خلال مين؟ ألمانيا. فإذا عندها فرصة لأن مساحتها كبيرة. طب لو دولة مساحتها صغيرة جدا، لما يجي يحصل عليها ضرب من اي اتجاه مش هتقدر تنقل مصانعها لاي حتة تانية، لان المنطقة التانية دي بتبقى قريبة برضو من العدو، قريبة برضو من الاحتلال، من الضرب. اذا كل ما كانت الدولة كبيرة في المساحة فده بيديها فرصة انها تبعد مصانعها وسكانها وادواتها وطرق النقل والمواصلات والموارد اللي عندها تدخلها داخل حدود الدولة. فاذا الدولة الكبيرة في المساحة عندها ميزة كبيرة جدا انها بتقدر تنقل مصانعها وسكانها داخل الدولة. بس كده؟ قال لي لا، كمان لها ميزة تانية ودي مهمة جدا واستغلتها دول كتير جدا أثناء الحرب العالمية التانية وأثناء تفكك الاتحاد السوفيتي. رقم 3، قال لي كمان بتقدر إنها تستخدم نظرية اسمها نظرية الدفاع بالعمق. يعني إيه الدفاع بالعمق؟ عندي دولة زي دولة مثلا أمريكا. أمريكا دولة كبيرة جدا في المساحة. لو أمريكا دي مصر راحت تاني يوم الصبح النهاردة رحنا عشان نضرب أمريكا، أمريكا دي هتسيبنا نخش جوه الدولة ونفضل ماشيين، وهتسيب لنا حدودنا وهتفتح لنا الحدود دي كلها دي كده، وتقول لنا اتفضلوا يا رجالة بعد إذنكم خشوا. فدخلنا احنا كمصريين والجنود المصريين دخلوا أمريكا وفضلنا نخش أمريكا. هتبص تلاقي أمريكا محوطنة من جميع الجهات، وفضلنا احنا جوه أمريكا وزنقتنا جوه، لأنها عندها قدرة كبيرة جدا على إنها تستدرجك في الداخل، مساحتها كبيرة. إنما دولة تانية مساحتها صغيرة مش هتقدر تعمل الكلام ده. ليه؟ لأنها مساحتها لا تسمح لها إنها تستدرجك، هتستدرجك هي أصلا آخر حدودها وراها. إنما دولة كبيرة في المساحة بتسيب العدو أو بتسيب الاحتلال يخش أراضيها وتديله فرصة من أراضيها، ولما تخش أنت بتبقى خلاص جبت آخرك.
هي عندها قدرة كمان انها تستدرجك في اماكن انت ما تعرفش تحارب فيها في الدولة عندها، فتبتدي تخش تنقض عليك مرة واحدة وتسيطر عليك. الكلام ده عملته دول كتير جدا. الكلام ده عملته الصين مع اليابان. الصين دولة كبيرة في المساحة، سابت اليابان تخش لها كحدودها وادت لها فرصة وادت لها جزء من مساحتها، وفضلت اليابان تخش لحد ما انقضت عليها مرة واحدة الصين وكسبتها أثناء الحرب العالمية الثانية. كمان عملته روسيا مع دولة ألمانيا. ألمانيا دي فضلت تخش أثناء الحرب العالمية الثانية أيام وجود هتلر لحد ما دخلت لمناطق كتيرة جدا لحد ما انقضت عليها مرة واحدة دولة روسيا. عملته دول كتير جدا أثناء الحرب العالمية الثانية. فده اسمه نظرية اسمها نظرية الدفاع بالعمق. محدش يقدر يعمل الدفاع بالعمق غير الدول كبيرة المساحة، إنما الدولة الصغيرة في المساحة ما تقدرش تعمل الكلام ده لأن حدودها محدودة ومعروفة، مساحتها صغيرة. فإذا من ضمن مميزات المساحة الكبيرة إن عندها موارد أكتر، إن كمان بتقدر تبعد سكانها أثناء الحرب، وكمان بتستخدم نظرية اسمها نظرية الدفاع بالعمق. طب إيه هي يا مستر عيوب الدول كبيرة المساحة؟ دولة كبيرة في المساحة هل لها عيب؟ طبعا. عيوب الدولة كبيرة المساحة إنها واحد، لو مش دولة متقدمة ومحكمة مش هتقدر تدير الحدود بتاعتها بشكل كويس. عندي دولة زي روسيا عشان تقدر تدير الحدود بتاعتها دي كلها، لأن كل ما كترت المساحة كل ما تعرضت الدولة دي إن يبقى عندها أكبر عدد من الجيران، فدي بتسبب لها مشكلة كبيرة جدا. فإذا المساحة الكبيرة يا إما زي ما الدولة عندها مساحة كبيرة وعندها أفضلية إنها عندها موارد، كمان لازم تحافظ على الموارد دي وتستخرجها وتستثمرها وتضم عدد سكان توزعهم بشكل متوازن على الدولة، وكمان لازم تقدر تدير الحدود وتقدر تسيطر عليها، لأن حدودها بتبقى مترامية الأطراف، حدودها بعيدة جدا عن الدولة لأن مساحتها كبيرة. تعال بقى نبص كده للدول كبيرة المساحة. عندي دولة زي دولة روسيا. روسيا دي عاصمتها اهو موسكو. شايف حدود روسيا فين؟ منين لفين؟ حدودها مترامية كبيرة جدا. مين اللي يقدر يدافع عن كل الحدود دي؟ إلا لازم تكون دولة قوية. فزي ما لها ميزة لها عيب، إن لو مش دولة قوية جدا الدولة دي هتضعف وهتتفكك ويظهر فيها أقليات وإذا هيتاخد منها أراضي، فإذا دولة هتبقى مستباحة لكل دول العالم. عندي دولة زي دولة الولايات المتحدة الأمريكية، دولة كبيرة في المساحة. دولة زي كندا، دولة كبيرة في المساحة. دولة زي الصين، دولة كبيرة في المساحة. الهند كبيرة في المساحة. دولة استراليا كبيرة في المساحة. فإذا في دول كتير جدا في العالم كبيرة في المساحة بس متقدمة، وفي دول تانية كبيرة في المساحة ومش متقدمة زي البرازيل. البرازيل كبيرة جدا في المساحة لكنها مش قادرة تستغل كل حدودها وكل مواردها في كمصدر لقوة الدولة، فإذا هي مش دولة قوية. فمش مقياس، ممكن الدولة تكون دولة كبيرة جدا في المساحة ومش قوية خالص. يبقى من عيوب الدول كبيرة المساحة هقول له عدم السيطرة على كل حدودها ومواردها في الدولة. يبقى احنا كده اتكلمنا يا شباب على المساحة الكبيرة، مميزاتها وعيوبها. اخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي المساحة الصغيرة. قال لي المساحة الصغيرة في الدولة، المساحة دي قلنا زي دولة الفاتيكان. الفاتيكان مالها؟ الفاتيكان مساحتها اقل من كيلومتر مربع. الفاتيكان دي مساحتها صغيرة جدا جدا. طب هل دي لها ميزة؟ قال لي ليها ميزة. عارف عيوب المساحة الكبيرة هي نفسها مميزات المساحة الصغيرة. تعال ناخد أول ميزة من مميزات المساحة الصغيرة. واحد، قال لي استثمار وحصر كل مواردها بسهولة. أنا بعرف الدولة عندي زي مثلا دولة زي دولة جيبوتي، دولة صغيرة، فأنا عارف مواردها منين لفين وعارف الحاجات اللي تحت الأرض. انما دولة زي روسيا عشان احصر مواردها ده محتاج مني مجهود كبير جدا جدا جدا، ممكن انا ما اقدرش عليه. انما دولة صغيرة اقدر استغل مواردها واعرف مواردها فين واستغلها ازاي.
ده رقم واحد. اتنين، قال لي سهولة إدارتها. دولة زي روسيا عشان أدير كل المساحة دي مطلوب مني مجهود جبار جدا، لازم الحكومة تكون قوية جدا عشان تقدر تسيطر على كل مساحة روسيا. إنما دولة صغيرة سهل أديرها. عشان كده بيقول لي إيه؟ من ضمن مميزات المساحة الصغيرة قال لي سهولة إدارتها بكل سهولة جدا جدا جدا. طب عيوبها؟ قال لي عيوب المساحة الصغيرة، ودي عيب كارثي، إن أي دولة كبيرة في المساحة ممكن تحتلها بسهولة. يعني إيه يا مستر؟ يعني أي دولة كبيرة هتمسك أي دولة صغيرة تضربها. الكلام ده حصل مع مين؟ الكلام ده حصل مع دولة ألمانيا. ألمانيا راحت احتلت هولندا وبلجيكا في يوم واحد، في أقل من ساعة. يعني احتلت بلجيكا دي في ساعة زمن، لأن ألمانيا مساحتها أكبر من بلجيكا. ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ضربت هولندا وبلجيكا الاتنين في يوم واحد، ودخلت هولندا سيطرت عليها ودخلت بلجيكا قعدت فيها. الكلام ده بفضل ايه؟ بفضل ان مساحة ألمانيا اكبر بكتير جدا من مساحة هولندا وبلجيكا. فالدولة الكبيرة في المساحة بتقدر تضرب الدولة الصغيرة في المساحة بسهولة. من ضمن عيوب المساحة الصغيرة كمان ان واحد كمان ممكن تتعرض لأكبر قدر من الكوارث الطبيعية. يعني لو حصل زلزال مين اللي يتأثر بيه أكتر؟ دولة روسيا ولا دولة هولندا؟ هتقول لي مستر دولة هولندا، لأن هولندا صغيرة في المساحة فبتديها اختار أكبر إن ممكن تتعرض لأي وقت من الأوقات لزلزال، لكارثة، لفيضان. دي هتتأثر بيه أكتر من دولة روسيا. يعني لو قام الزلزال في روسيا وهولندا، روسيا مش هتتدمر قد ما هولندا هتتدمر. ليه؟ لأن مساحتها صغيرة، ما عندهاش توازن، ما عندهاش صخور كتير تحت الأرض تقدر تثبت دولة هولندا عشان مساحتها صغيرة. فإذا احنا خدنا إن المساحة الصغيرة لها مميزات بقدر أديرها بسهولة وأقدر أحصر مواردها واستثمرها، ولها عيوب إن أي دولة كبيرة ممكن تنقض عليها تحتلها عادي جدا، وفي نفس الوقت إنها بتتعرض لكوارث طبيعية جبارة. طب يا مستر انت قلت لي ان دولة روسيا في منها دول كبيرة جدا في المساحة متقدمة ودول كبيرة جدا في المساحة مش متقدمة، وقلت لي ان في دول صغيرة في المساحة متقدمة. وده دولة مثلا دولة الفاتيكان، ده على فكرة يا جماعة دولة حبيسة لانها موجودة جوه دولة ايطاليا. يعني دولة الفاتيكان اللي هي مساحتها كيلومتر مربع موجودة جوه دولة ايطاليا من جميع الجهات. بس انا عايز افهم حاجة، في دول تانية صغيرة المساحة بس متقدمة جدا جدا جدا، وفي دول تانية كبيرة المساحة بس مش متقدمة. دولة زي صغيرة في المساحة زي دولة فرنسا. دولة فرنسا احنا قلنا الدول الوحدوية كلها دول صغيرة في المساحة، فإذا الدول الوحدوية اللي هي الصغيرة في المساحة دي دول متقدمة زي دولة فرنسا. في دول تانية كبيرة في المساحة زي البرازيل قلنا مش متقدمة، دولة البرازيل مش متقدمة، دولة الهند مش متقدمة. يبقى إذا أفهم إن لو المساحة الصغيرة أقدر أقول إن كل الدول الكبيرة في المساحة متقدمة، ولا أقدر أقول إن كل الدول الصغيرة في المساحة متقدمة. آخر حاجة خالص، الراجل قال لي يا باشا، قال لي إن مش عشان أنا بتكلم على مساحة الدولة هي اللي بتحدد مدى قوة أو ضعف الدولة، لا بالعكس. الراجل قال لي إيه؟ قال لي بعد دراستك لكل الفيلم اللي احنا قلناه ده كله نلاحظ ان قوة الدولة القوية لا تقاس بمساحتها فقط. مش عشان مساحتها كبيرة تبقى متقدمة ولا صغيرة، لا، الكلام اكبر من كده بكتير. ايه بقى؟ قال لي فهناك عوامل اخرى. كلمة عوامل معناها اسباب. في حاجات تانية بتخلي الدولة يا متقدمة يا لا. لو موجود الحاجات دي، في 5 حاجات لو موجودة هتبقى الدولة متقدمة، لو مش موجودة يبقى على الله السلام. يبقى واحد قال لي ايه هي العوامل المحددة لأهمية مساحة الدولة؟ واحد، ركز معايا، حجم مواردها وتنوعها. لازم يكون عندها موارد كتير والموارد دي متنوعة.
عندها اراضي زراعيه، عندها معادن، عندها مصادر طاقه، عندها حاجات كتير جدا، عندها بحار، عندها انهار، عندها تربه خصبه، عندها مياه جوفيه، عندها مناخ معتدل. دي الموارد اللي موجوده عندها لازم تكون متنوعه عشان تقدر تستغلها. طب هو يا مستر مين اللي هيستغل الموارد؟ البني ادمين. فلازم البني ادمين يكونوا متوزعين بشكل عادل يقدر يتناسب مع الموارد. الكلام ده اللي ذكره لي ارسطو لما قال لك لازم يكون الحجم السكاني مناسب مع حجم الموارد. ما ينفعش عندي موارد كتير وما عنديش بني ادمين، ولا عندي بني ادمين كتير وما عنديش موارد. لازم يكون عدد السكان متناسب مع الموارد اللي عندي عشان اقدر استغل الموارد دي. كمان قال لي لازم يكون السكان اللي عندي ده هم عندهم قدرة علمية وتكنولوجية مهمة جدا. لازم يكون الدولة عندي عندها تكنولوجيا، والسكان اللي موجودة عندي متعلمين تعليم كويس يقدروا يستغلوا بيها الموارد. فلازم شرط أساسي يكون عندي موارد كتير ومتنوعة، عندي سكان متوزعين بشكل متناسب مع الموارد، ومتعلمين تعليم كويس يقدر يفيد الدولة ويستغل الموارد. كمان قال لي لازم يكون عندي نظم اقتصادية وسياسية سائدة في الدولة. لازم الدولة تكون عندها سيادة، عندها حكومة قوية تقدر تسيطر على كل مواردها بكل حدودها. كمان آخر حاجة قال لي لازم تكون الحكومة دي قادرة على الاتصال بكافة أرجاء الدولة. لازم تكون العاصمة موجودة في منطقة أقدر أتواصل مع كل حتة في الدولة وأقدر أستغلها وأقدر أطلع منها الموارد وأقدر أطورها بشكل كويس جدا. يبقى لما ألاقي الخمس حاجات دول موجودة عندي في الدولة أفهم على طول إن الدولة بتاعتي دولة إيه؟ دولة قوية متقدمة جدا. طب لو ما عنديش الخمس حاجات دول، والله لو عندك مساحة كبيرة، عندك موقع 100 عندك كل حاجة، بس ما عندكش سكان عندهم تكنولوجيا وما عندكش سكان متوزعين بشكل مناسب مع الموارد، والحكومة عندك مش قوية والعاصمة عندك مش موجودة في المنتصف قادرة تسيطر على كل أركان الدولة، عمرك ما هتبقى دولة قوية. فإذا دول اللي بيحددوا أهمية إيه؟ أهمية قوة الدولة أو ضعفها. النهاردة احنا اتكلمنا كده على الموقع والمساحة. اتمنى ان انت تكون فهمت الدرس ده واحده واحده، وان شاء الله هنكمل دروسنا بشكل دوري زي ما احنا متعودين يوم الثلاث الساعه 8 مساء ان شاء الله. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان الحلقات الجايه توصل لك بشكل مباشر، واستنونا في اقرب وقت. سلام.